ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. النهارده كده طالع كده اتكلم معاكم بخصوص بص هتكلم معاكم في 4 مواضيع. طبعا انتوا عارفين بقالي كتير جدا ما طلعتش، يعني بقالي فتره كده ما طلعتش عشان كنت تعبان بقالي فتره، يعني تعب. كان عندي مرض يعني دور برد جامد، كان كل شويه عمال يجي يروح. بصراحه الواحد كان تعبان جامد. ولسه دلوقتي عندي شويه حساسيه كده مع تحضر البرد يعني. المهم، هنتكلم في 4 مواضيع. الموضوع الأولاني إن هو التمثيلية أو المسلسل البايخ اللي ملوش أي لازمة. أنا معرفش أساسا الموضوع ليه معمول له يعني أزمة، اللي هو موضوع إن الخطيب يترشح للانتخابات. يا عم تترشح يا عم، غير ما تمثيلية، من غير تمثيليات وخلاص. بس أنا هقول لكم ليه عمل كل المشكلة دي، وليه الدنيا دي كلها. دي حاجة. الموضوع التاني موضوع إمام عاشور. وموضوع إمام عاشور ده ينطبق لموضوعين. الموضوع الأولاني اللي هو تحدى النادي الأهلي. واللي هو ايه، اتحدى العالم كله وانا وياك. عارفين انتوا الجو ده؟ هو بيغني الاغنيه دي وهو معاه ادم وطني. فتحدى النادي الاهلي، رغم ان النادي الاهلي كان اعلن ان هو مش هيتعامل مع ادم وطني. بعدها مفيش باسبوع ولا اقل اللي هنا كده بيقول لك امام عاشور فسخ العقد مع احمد يحيى وتعاقد مع ادم وطني. دي حاجه. الحاجه التانيه هتكلم بالتفاصيل عن موضوع الاداري اللي انتشر جامد، ومش انا اللي قلت والله، اللي قاله بعد كده. طبعا بقى انا قعدت ادقق فيه واشوف ايه الموضوع يعني. قعدت اللي هو ادعبس كده، فعرفت موضوع اللي هو موضوع العربيه اللي امام جابها بالقسط. والعربيه دي نفس العربيه بتاعت زيزو، واللي بتقال من اللعيبه جوه النادي الاهلي، مش مني انا يعني. انا ناقل بس للمعلومه يعني. اللي عاوز يصدق يصدق، مش عاوز يصدق عنه ما يصدق. وعندكم حتى الكلام ده اساسا كان يعني مش انا حتى اللي طلعت اللي هو بوم ضغط على الخبر ده، محمد العراقي اللي هو الصحفي يعني. والموضوع الاخير موضوع السحب ان شاء الله بطوله الدوري من النادي الاهلي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، بدون ايه يعني كمان قطع في الموضوع يعني. نبدا بقى بموضوع محمود الخطيب. الناس تقول لك انتوا خايفين من محمود الخطيب. يا ابني انا خايف يعني محمود الخطيب موجود مش مخطوب مش موجود، انا ولا يفرق معايا اقسم بالله. بالعكس، انا عاوزه يكمل عشان الراجل ده طول ما هو موجود. الراجل ده عمل طبعا عمل حاجات كويسه جدا النادي الاهلي طبعا، بس الناس عمل بلاوي. يعني انا شايف الحاجات اللي عملها وحشه للنادي الاهلي اكتر من الحاجات الحلوه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ما هو كده كده النادي الاهلي اساسا بمحمود الخطيب. من غير محمود الخطيب ما هيكسب بطولات. انا مش يعني هو لما يعني انتوا عايزين تفهموا يعني ان احنا كزملكاويه لما محمود الخطيب مشي احنا بقى يعني مبسوطين عشان الاهلي مش هياخد بطولات؟ لا، الاهلي برضه هياخد بطولات عادي. ان انتوا المفروض انتوا نادي كبير مش بيعتمد على حد يعني. انتوا نادي مؤسسه كبيره، واللي موجود بيدير العجله والدنيا بتمشي. غير طبعا انتوا معاكم حكام ومعاكم دوله المهم ايه، ده مش موضوعنا. فالناس تيجي تقول لك اصل الزمالكاويه خايفين من محمود الخطيب. انت يا ابني متخلف، ما تبقاش اهبل ومتخلف ومشوى لجان جيم وتقول اصل احنا الزمالكاويه خايفين من محمود الخطيب عشان لما محمود الخطيب لو مشي الاهلي هيقع. ده انت كده بغبائك انت بدين نفسك. ده انت كده بتقول النادي الاهلي كله بتاريخه بانجازاته واقف على شخص اللي هو محمود الخطيب. موجود تمام، مش موجود الاهلي هيقع. زي مثلا ايه ما كان الصوره اللي عاوز يوصلها لنا مرتضى منصور لما كان بيحاول يوصل للزمالكاويه، وانا ايام انتقدت ده. اللي هو انا موجود هتشوفوا بطولات، مش موجود الزمالك هيخرب. وهو ده عمال ايه نخوه ويوقع في نادي الزمالك. فده لا طبعا، ولا ده هيقع بدون مرتضى منصور، ولا ده هيقع بدون الخطيب. بس هو طبعا محمود الخطيب عامل ليه الحدوته دي كلها والقصه دي كلها مش هترشح، والناس تقعد تقول لا والنبي يا خطيب ترشح يا خطيب. كل ده عشان بعد اللي قاله حسام غالي، واللي قاله قبل كده مصطفى يونس والكلام الكتير اللي بيتقال من اللعيبه اللي هو في بينه وبينهم مشاكل. والناس طبعا انتوا عارفين بقى احنا في مصر ايه مش متواسطه. انت معايا حبيبي مش معايا هسيح لك. فهو ده اللي بيحصل. ف فكونك انت تقول بس احنا كزملكاويه قلقانين ولا يا رب يكسب محمود الخطيب. بقول لك اهو، انا عاوز الراجل ده هو اللي نفع هو اللي ضم حاجه اسمها مبادئ النادي الاهلي بالتعاقدات اللي عملها هو كفايه. انا بقول لك انا كفايه عندي موضوع امام عاشور ان هو ضم حاجه اسمها مبادئ النادي الاهلي. مفيش خلاص، مفيش بقى حاجات كتير جدا. بس عشان الفيديو بس ما يطولش يعني مش عايز اطول في الفيديو. فخلاص، فنكون بقى النادي الاهلي بقى يجي يقول لك اصل النادي الاهلي ما بيقفش على حد. لا بيقف. النادي الاهلي كل ده هو دمره. النادي الاهلي بمنحدر، مفيش الكلام ده. الاهلي مش بمنحدر، بدليل ان كل الصفقات عاملين تعملوها دي ولسه وبيجيبوا مننا او من الزمالك الصفقات وبتخطفوا مننا لاعبين ومدربين. فالاهلي ولا بمنحدر ولا بنيله ولا الهبل ده كله، ده هبل وهكس. والحمد لله محمود الخطيب واللجنه اللي معاه اثبتوا عكس ده تماما يعني. ضم اوضه اللبس وفي مشاكل دلوقتي في الفرقه اهو. المفروض بصراحه النادي الاهلي كفرقه كاسامي، النادي الاهلي معاه 3 فرق. كل فريق لوحده قادر ياخد الدوري بدون منافسه بامانه يعني. بس عشان الطريقه اللي كانت بيها اللعيبه دي
سواء زيزو اللي جه بطريقه مش كويسه، ولاعيبه تانية جت بطريقه برضه مش قد كده، والفلوس اللي هي بالزوف ومحدش عارف الفلوس دي جايه منين، واحنا عارفين بس مش هنقول يعني، او احنا خلاص لما احنا كلها فلوس انتوا عارفين جايه من الدائري، واخدين بقى واخدين بالكم. فكل ده وسبحان الله كل الملايين دي كلها، واهو النادي الاهلي كان لسه قبل الماتش الاخير ده اللي هو كسبه بالحكام كان في مركز 16. الاهلي لو كان تعادل كان هيفضل لسه في 15، او كان تقريبا هيطلع 16 حاجه لل 15 قصدي، ففضيحه. فده كده قصه محمود الخطيب. تعالى بقى قصه امام عاشور. امام عاشور دي ان هو يتحدى النادي الاهلي بعد ما يعلن ان انا كنادي اهلي مش هتعامل مع واحد اسمه وكيل ادم وطني، بعد اللي عمله بالذات في الفتره الاخيره ما كان بيتفاوض في موضوع وسام ابو علي، وان هو طلع غلط في النادي الاهلي وغلط في بالذات في محمد يوسف، قال عليه كلام جامد جدا. فالنادي الاهلي اعلن قال لك مش هنتعامل مع الوكيل ده نهائيا. يطلع فجاه امام عاشور بعد اللي عمله ده قبل كده واللي ويحط عليهم تاني وبيكسر عينيهم تاني ويبقى يتعاقد معاه. ده لدرجه ان هم قالوا له طب اطلع حتى كذب بالتصريحات دي، اقول مثلا الوكيل ده مش بتاعي، قال لك لا. شو ولا هل لو كان اي لعيب تاني في النادي الاهلي كان عمل كده كان النادي الاهلي هيسكت له؟ لا، كان على الاقل كان هيتم بقى ايه خصم منه فلوس او كان هيبيعوه. لكن يجي عند امام عاشور هوب كله يقف يا باشا، كله يقف انتباه. ده اللي بتكلم فيه. الراجل الحمد لله كسر عين الناس هناك، وهيفضل كسر عينيهم لحد لما نشوف. واحنا بالعكس انا مبسوط باللي بيحصل ده وبضحك ودلوقتي لما بتكلم مع واحد اهلاوي يجي يقول لي كلمتين بودي هوب اقول له يلا بتاع امام وديهم له، فايه كده يبص في الارض. هو ده اللي بيحصل. فانا مبسوط باللي بيحصل ده. الموضوع التاني دلوقتي موضوع العربيه بتاعت امام عاشور، ان هو جاب عربيه زي بتاع زيزو. اول حاجه بقى الناس ما تعرفهاش، العربيه اللي مع زيزو دي اللي امام عاشور بصيت له فيها دي العربيه ان النادي الاهلي جابها له لما اتعاقدوا معاه. جابوا له 3، واحده ليه، واحده لوالده، واحده لمراته. فامام عاشور قال لك بقى فاهم. طبعا امام عاشور كلنا عارفين ان هو دلوقتي كان بيطالب النادي الاهلي ان هو يبقى مرتبه زيه زي زيزو. بس كلنا بقى عارفين ان دلوقتي مشاكل في اوضه اللبس وكل دلوقتي خلاص كل دلوقتي بيقول لك اقل حاجه عاوز 50، حسين الشحات عاوز 50، قفشه عاوز 50. طبعا اعلى اتنين فيها دلوقتي تريزيجيه وزيزو، الاثنين بياخدوا 2 مليون دولار. بس بياخدوا اللي هو بما يعادل الدولار، زي ما انا ايه شرحتها قبل كده. يعني الدولار النهارده مثلا ب 50 يبقى ياخدوا ايه؟ هياخدوا 100 مليون. الدولار النهارده مثلا ب 70 يبقى ياخدوا بتاع ده 140 مليون، وهكذا غير البونص. فزيزو لوحده بياخد في السنه مش اقل من 120 زي ما قلت كده اهو قبل كده، زائد البونص. ده زيزو. فطبعا امام عاشور طبعا باصص يعني هو راجل بصراحه، هو نجم النادي الاهلي ونجم النجوم ونجم والشبح بتاع النادي الاهلي بقاله سنتين. ففجاه كده هو الراجل بياخد دلوقتي 35 مليون، فجاه يجي واحد بياخد قده 3 مرات. فما فيش طبعا في نفسنا، واساسا كلنا عارفين حتى النفسنا اللي كانت ما بينهم حتى وهم في نادي الزمالك. فهو بقى لما ساب الزمالك وجه النادي الاهلي والنادي الاهلي لمعه خلاه النجم الاول، فطبعا ايه عاوز يفضل على طول النجم الاول في كل حاجه، في الشهره وفي الفلوس ما يجيش بقى. المهم يعني امام عاشور قال لهم انا هاخد زي تريزيجيه وزيزو واحمدوا ربنا. وده اللي انا قلته اول واحد خالص، الناس كانت بتكذبني وانت كذاب وانت هجاص، وفي الاخر يطلع الحمد لله العبد لله كلامه صح. يعني انا عايز اعرف يا جماعه، انتوا يا جماعه ما حدش يا جماعه بيتكسف من نفسه كده؟ ما انا كل ما اقول معلومه واحط عليك واطلع صح. والله العظيم فانتوا ناس غريبه. وبعدين الناس اللي حتى بتقول علينا ايه، على ان انا كذاب وهجاص يعني انتوا فرحانين باللي بيتقال من شوشو وكوكو وتيتو وبوبو اللي عندكم ده، وبيطلعوا كلهم كذابين وانا بطلع صح. يا سيدي انا غلط، بتتابعني ليه؟ بتعذب نفسك وبتتابعني ليه؟ يا عم تعمل لي بلوك بس. انت اللي هو قالوا لك ايه، القط بيحب خناقه. فده الموضوع بتاع زيزو وامام جاب العربيه وجابها بالقسط، يعني معهوش فلوسها يا عيني. العربيه طبعا بتكلفها شيء وشويه يعني. بس كل قال لك كل اللعيبه اللي في النادي الاهلي بيقول لك ده جايبها عشان موضوع ان هو ايه متغاظ من زيزو وعاوز يبقى زي زيزو ويبقى براس. ودي رساله النادي للاداره ان هو لازم يبقى زي زيزو احسن، وكتر خير ان هو بيطلب زي زيزو مش اكتر من زيزو. بس بصراحه قال حقه، يعني راجل صغير في السن واحرف واحسن. المهم فده اللي بيحصل، واحنا لسه هنشوف بلاوي سودا في اوضه اللبس. وده درس الحمد لله النادي الاهلي عشان يتربوا ويبطلوا ايه يجيبوا لعيبه كده بالزوفه، ويجيبوا لعيبه عشان بس يضعفوا المنافسه وخلاص. هم اساسا مش محتاجين كل الكم ده كله. الحاجه الاخيره برضه اللي انا بتكلم فيها واللي انا قلت يا جماعه، وقلتها من زمان خالص، قلت ان شاء الله باذن الله الدوري هيتسحب من النادي الاهلي، وان الشهود كلها بتقول كده. ومهم يعني انا المعلومه اللي عندي ان الاهلي اللي هم كانوا طالبين، الاهلي كان طلب محكم وبيمس محكم، وبقى في محكم ثالث اللي هو الفيصل. يعني المعلومه اللي عندي ان هو خلاص بقى محكم واحد بس، والحكم يطلع خلاص. يعني المفروض بقى ايه الليسته انتوا عارفين يا جماعه كل فتره كده بيطلع لسته كده بالاحكام
يجي لك مثلا بكره الحكم بتاع القضيه الفلانيه، بعده الحكم بتاع القضيه كذا، مش كده اهو. فهيطلع لست جدول كده بمواعيد القضايا اللي هيتم فيها الحكم النهائي. المعلومه اللي عندي ان شاء الله خلاص في الفتره دي هيطلع الحكم النهائي. هيبقى امتى بقى؟ في الفتره اللي هو المفروض مثلا ممكن مثلا كمان اسبوع ولا حاجه، يجي يقول لك ايه، يعني كمان اسبوع هتلاقي لسه كده يقول لك ايه، يوم مثلا كذا كذا الحكم النهائي بتاع النادي الاهلي ونادي بيراميدز. تمام. زي ما قلت قبل كده، المعلومه اللي عندي بتقول ان شاء الله بنسبه، يعني انا مش هقول 100% والجو، يا عم 80%، من 60 ل 80% الدوري هيتسحب من النادي الاهلي. ودي يعني انا زي ما قلت لك مش هقعد اقول لك بقى 100%، لان انا برضه ايه، زي ما قلت لك، ما طالما الموضوع ما طلعش رسمي مش هاكد 100%، بس المعلومه اللي عندي بتقول ان شاء الله باذن الله الدوري هيتسحب من النادي الاهلي. وانا مستني بقى كده عشان ساعتها ما حدش يا جماعه يلومني على اللي هعمله. ان من يوم 11 مارس انا بقول ان الموضوع خلاص خلصان طبعا في الثلاث نقط. وبعد كده لما طلع بقى موضوع القصص اللي احنا بقى عشناها، والهبل اللي حصل من الرابطه، وانها فجاه بعد ايه تحت مغيره رغم ان خلفه القوانين وخلفه الحكم حتى بتاع اللجنه الاولمبيه اللي هي قالت لك انا هلتزم بيه، وفي الاخر ما التزمتش بيه، اللي هو القرف اللي احنا عايشين فيه ده، اللي هو عافيه لازم الاهلي يكسب ولازم كده هو المهم يعني. فان شاء الله ان شاء الله الحكم يطلع و... وساعتها هنحتفل. انا مش هحتفل دلوقتي غير ما يطلع الحكم، يطلع رسمي ان شاء الله باذن الله. وكالعاده هحط عليكم، وكالعاده هطلع انا الصح وان شاء الله باذن الله وكالعاده. بس ساعتها بس انا فعلا بعد الموضوع ده يا جماعه انا مش هسمي على حد، اي حد اهلاوي يعني. يعني ان شاء الله كده بس الموضوع يطلع على خير ويعدي على خير. المهم بس انا قلت بس امسي عليكم. والناس اللي عماله تقول لي انت ليه مش بتتكلم على مشاكل نادي الزمالك، مشاكل الزمالك الحمد لله ما فيش مشاكل، ولو في مشاكل مالكش فيه. انا حر، انا اتكلم على اللي انا عاوزه، واللي عاجبه يتابعني، عاجبه اللي مش عاجبه يعني لا مؤاخذه. عندك البلوك، اعمل لي بلوك وريح نفسك يا حبيبي. فبيب بيب، الله يا خطير، وربنا معاكم. يلا سلام.